يا صباح الخير، اهلا بيكم متابعين قناه دوجز ايجيبت. جالنا تعليق على احد الفيديوهات. بيسالنا وبيقول ايه السلاله او النوع اللي انت بترشحه اللي انا ابتدي بيه. عملت الفيديو ده لان الكومنت ده مهم جدا، وانا بحيي صاحب الكومنت. لو انت عايز تتعلم سواقه السيارات، انصحك تشتري عربيه رخيصه قطع غيارها متوفره، حاجه صغيره عشان لو اتخبطت منك ما تزعلش عليها. ما تشتريش موديل حديث، تشتري موديل قديم. نفس الحكايه بالنسبه لاي حاجه تانية، عجله، اي حاجه انت بتفكر فيها. حاول دايما لو الموضوع لسه جديد عليك ما تعملش انفستمنت او استثمار في حاجه غاليه، ابتدي بحاجه بسيطه وبعد كده شوف الموضوع هيجي معاك ولا لا. طيب، بالنسبه للحيوانات الموضوع مختلف تماما، لان الكلب ربنا سبحانه وتعالى يعني مقدر له، لو ربنا اراد طبعا، ان هو متوسط اعمار الكلاب تقريبا من 8 سنوات لغايه 15 سنه متوسط. كل سلاله ليها عمر مختلف. اول ما انت بتجيب الكلب، فانت لو انت عايز تشتري كلب لسه تبتدي بيه، فهتختار مثلا سلاله رخيصه، سلاله صغيره في الحجم ايا كان، وبعد كده بتفكر ان انت لو الموضوع استهواك تعمل ابجريد وتجيب كلب اكبر. ده ما ينفعش وما يرضيش ربنا ومش صح. انا مش بهاجمك ومش بقول ان انت غلطان، ولكن انا بوضح لك. الحيوان هو روح، هو كائن حساس بشكل غير عادي، خصوصا الكلاب. كلاب يعني عندها لويالتي وانتماء لصاحبها بشكل غير عادي. ولو جبته وارتبط بيك حتى لو ايام بسيطه، يومين ثلاثه، بتلاقي الكلب ده اكنه عارفك بقاله سنين، اكنك انت يعني محور حياته هو وانت العالم بتاعه. فاما تقرر بعد 5 6 شهور لقيت الموضوع جميل في موضوع الكلاب، فهستغني عن الكائن الضعيف الغلبان ده واروح اشتري بقى الكلب الاحسن، لا، يبقى ما تعملش الموضوع خالص من اوله، ولا احسن ولا اوحش، لانك هتتسبب في دمار يعني نفسي شديد جدا جدا جدا. ممكن ان الكلب ده يفقد حياته نتيجة التأثر ان انت تخليت عنه. فحاول ان انت فكر كويس، اختار السلالة اللي انت ناوي تكمل معاها لغاية ما ربنا يريد ان هو يطيل في عمر الحيوان ده، بقى قعد 10 سنين، قعد 15 سنة. فما تفكرش ان انت هتاخد الموضوع ان هو ستيبس، درجات، لا، هو موضوع قرار مصيري. اقعد انت واسرتك، انت ومراتك واولادك، هنجيب الكلب الفلاني هيقعد معانا مدى الحياه لغايه ما ربنا يعني يشاء. فيا جماعه الموضوع بلاش نستهون بيه، الموضوع مش لعبه. نفكر كويس جدا قبل ما ناخد قرار اقتناء كلب، نشوف كل سلاله، نشوف مزاياها ونشوف عيوبها قبل ما نقدم على شراء اي حيوان ملوش اي ذنب، غير ان احنا ممكن نكون تسرعنا في ان احنا خدنا القرار. كان معاكم احمد باهر. مهم جدا اكتب كومنت، الكومنت بتاعك على فكره بيفيدني وبيفيد يعني جميع المتابعين. فاكتب كومنت وانا هاخد الكومنت بتاعك وهعمله فيديو صغير زي ده وارد عليك. شكرا ليكم، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.